عشاق الحلويات الشرقية. اليوم جبت لكم تحفة فنية بمكونات بسيطة بس النكهة خيالية. عسملية بالقشطة رح تحلي سهراتنا الرمضانية، مقرمشة وذهبية ومع حشوة كريمية دسمة بتدوب بالتم، وخطوات التحضير أسهل مما بتتخيلوا. وقبل ما نبلش لا تنسوا تدعموني بالاشتراك بالصفحة واللايك للفيديو إذا عجبكم. وهلأ خلينا نبلش بالقشطة. بطنجرة على النار بنحط لتر حليب كامل الدسم مع ربع كوب خل أو عصير ليمون. بنحركهم شوي وبنتركهم على النار لحتى القشطة تفك، وزي مو شايفين بلشت القشطة تبين. بنخليها على النار لتغلي وكل القشطة تفك تماما عن المصل وتصير المي لونها شفاف. هلأ بنرفعها وبناخد القشطة وبنحطها بمصفاي وبنتركها على جنب لتنزل كل المي، وبنروح نعمل القشطة المنزلية. بكزرولة بنحط كوبين حليب كامل الدسم، معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار طحين، معلقتين كبار سميد، ومعلقتين كبار سكر. بنحركهم على البارد، بعدين بنرفعهم على النار مع التحريك المستمر. وأول ما يبلش الخليط يتكاثف بنحط معلقة صغيرة فانيلا ومعلقة كبيرة ماء زهر وباكيت قشطة. بنحركهم على النار دقيقتين، بعدين بنرفعهم. نسكب القشطة بصحن وبنتركها تبرد على جنب. هلأ بننتقل للكنافة. بدنا 400 جرام كنافة خشنة، وبننتف الشعيرات بنبعدهم عن بعض، بس بننتبه ما تتمزع، بدنا الشعيرات يضلوا طوال. بنضيف عليها 3/4 الكوب سمنة وبنفركها لتتغلف شعيرات الكنافة بالسمنة. بعد هيك بنضيف 3 معالق كبار قطر، وبرضه بنفركهم بالكنافة ليوصلوا لكل الكمية. بنجيب صينيتين نفس الحجم، قطر الصينية 30 سنتي، وبنوزع الكنافة فيهم. بنرص الكنافة بالصواني وما بنترك فراغات وبنضغطهم منيح. بعدين بنجيب صينية أصغر أو صحن فخار أو أي شي أملس من تحت، وبنضغط على الكنافة، بدنا نكبسها كتير منيح. وبعد ما تصير الكنافة قالب واحد بنحط الصواني بفرن محمى من قبل على 180 درجة لمدة 10 دقايق لتتحمر من تحت وفوق. وبناخد القشطة اللي بردت وبنحركها متل هيك لتفك عن بعض، بعدين بنضيف عليها القشطة التانية وبنخلطهم سوا. وهيك الكنافة بعد ما جهزت نسكب عليها القطر. كل صينية بدها تقريبا نص كوب قطر. هلأ بصحن التقديم بنحط أول طبقة من الكنافة، بعدين بنغطيها بالقشطة وبنترك شوي مشان نزين الوجه. وحاولوا ما تضغطوا القشطة مع الكنافة، بيطلع شكلها أحلى. وبنحط الطبقة التانية من الكنافة وبنزين الوجه متل هيك بالقشطة، ومع رشة فستق حلبي وورد بيعطوها طعم وشكل بيجنن. ما بتتخيلوا طعمها قديه زاكي، لازم تجربوها. إذا عجبكم الفيديو شاركوني رأيكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. وصحتين وهنا.